هارسلها شنو عليك الله؟ كفاية شفته في أمي. والله تقدر تقول عليه حلم، لكن الغريبة في الحلم ايوه إنه أنا كنت صاحية. الحمد لله. المشهد ده والمشهد اللي بعديه في مسلسل ضغوطات ديل أكتر مشهدين أنا لفتني انتباهي، فنحن نمشي نشوف ونجي راجعين نشوف قصة روضة زعلانة منك شديد يا بقى. ليش يا بتول؟ سافرت وما كلمتني. يا بقى يا أخي بالغ يا أخي، يا أخي بدي زعلانة منك شديد، كيف تسافر وما توريها؟ وكنت مسافر لو ما أمك حمتك. أنا سافرت داير أشتغل ومن هناك أضرب لأبوك. تضرب لابوي ليش يا بقى؟ عاوز أخطبك. أنا لكن ما داير أعرس يا بقى. ها؟ ما تحرسي؟ وأنا الزمن ده كله بتونس وبحنك، كيف ما تحرسي؟ لشنو لكن؟ هارسلها شنو عليك الله؟ كفاية شفته في أمي. بتقول ما كل الرجال عباس. أيوة، ما كل الرجال عباس يا بتول. انت هسي فرقك شنو من أبوي؟ كلكم بدعاني لروحكم بس. ما قاعد عايل روحي كتير والله. أنا ماشية يا بقى. أشوفك 200 تاني. ما معروف. لاحظتوا لكمية البراءة في العلاقة ذاتها، يعني حاجة كده، حاجة يا سلام يا. طيب نمشي نشوف المر ونشوف روضة، تشوفوا الحب أو الحنك الجد والله حنك جد أقسم بالله حق الكبار ده، والله زي ما قال لك كعب حق الكبار ده كعب. نشوف روضة وحنكة كان مع المر كيف. أخيرا شفتك يا المر. انت من هذول اللي بتشوفي زايدي؟ أنا روضة. ها؟ أخيرا جدا شافت الرجل العنيد جدا اللي اسمه المر. مبسوطة لأنها شافت الراجل العنيد جدا. والله المرضى والله أعند من سمكة التونة العنيدة، سمعت بيها عمل حسابك منه غير. شافت وين؟ في الحلم مثلا ولا هنا؟ والله تقدر تقول عليه حلم، لكن الغريبة في الحلم ايوه إنه أنا كنت صاحية. الحمد لله. المر. دي جزمتك؟ أي. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يوفقك. المر. اي أنا مبسوطة وسعيدة شديد إني لقيتك. الحمد لله. بالمناسبة أنا فتشتك وجيتك حدي هنا عشان أتعرف عليك. والله والله العظيم. ليش شنو؟ هسي ما حقدر أقول لك ليش شنو، لكن بالتأكيد لما نقعد كتير حوريك بالضبط أنا عايزاك ليش شنو. بتعرفيني بتين بإذنه تعالى؟ لما تجينا في البيت. بالمناسبة أنت ممكن تجينا في البيت عادي جدا. انا اجي في البيت وادق الباب اقول نادوا لي روضه عديل. أي تيجي تقول هذا ليه روضة، يعني ده تقول هذا ليه زاكي مثلا. روضة بنت العمدة، داير روضة بنت العمدة تجي طوال تخش، ما عندك أي مشكلة، نحن ناس. عسل يا إخواني، عسل سو كيوت. أنا حوريك حتيجي تقول شنو، ما في مشكلة. الحمد لله زولا. يلا البنتي رغية دي خطيبة المر، ما عارف هي بتفتش للمر أصلا ولا عندها فاهمة شنو. طبعا عباس شال قروش أبوي وشرب، مسكين أبوي عشان ما عنده ولد، لكن طبعا أنا سداية ورضاية جيت عشان أمسك الشغل. الغريبة يا المور أبوي عنده اعتقاد إنه أنا ما حقدر أمسك المسؤولية دي، لكن أنا ما هامني شوفه. أنت شوفك شنو؟ والله انا شايف انك بتتكلمي لك ساعه وانا ساكت وما فاهم اي شيء والله. المور كيف ما فاهم؟ كيف؟ يا روضة أنا وريتك قلت لك المر ده ما بيفهم في الحاجات دي، شوف لك زول تاني يا زولا. انت داير مني شنو يا زولا؟ دايرك جنبي. انت ما تقول كلام على شنو دايرك جنبي؟ يعني كيفين يعني دايرك جنبي؟ تشتغل معاي رسمي. اشتغل معاك شنو وامشي بيت العمده اقول انا منو ذاته؟ دي حاجات انا برتبها، انت ما عندك معاه مشكله. المر هاي حتساندني صح؟ لا هو حيساندك، لكن مثلا عندكم مناسبة، عندكم عزا،
بيقف معاكم زول حار، المرضى والله زول حار، لكن مساندة عاطفية هنا دي ما بتنفع مع الحاجات دي. هاي بساندك، لكن اساندك في شنو انا ما عارف ذاتي يعني المساندة دي. في انه نعمل شغلنا وتفاصيل حاجاتنا مع بعض واكيد بعد ما نتعارف اكثر شكل الحاجات حيكون الطف وما بعرف يودينا لوين. لاحظوا اللي ردت فعل المر لما قلت له دايرك تكون جنبي ونعمل شغلنا مع بعض وما عارف شنو وشنو. ردة فعل بتاع الزول اصلا ما قاعد يبالي باي حاجه. ان شاء الله يودينا هذول، لكن ما اظن يكون في شغله بيناتنا والله. شوف يا المرهي يا اخي عليك الله هوي، انت مش اسمك روضه؟ اي والله يا بنت الناس انا المشاكل اللي في راسي ده اكثر من شعر راسك الاسود ده. وشعر راسي اسود؟ والله المر مسكين، انت قايل البنات اللي شعرهم كله اسود ولا شنو؟ اسود احمر اي لون هذول ما خلاص. انت المر كان نزلك جادة، مشاكلك شنو؟ يا اخي كثير يا اخي، انت مالكم على ذاتي يا اخي. يا اخي عليك الله اسمع كلامي. ما اساعدك انت ما تبرد يا ما داير منك مساحه ده. يا روضه يا اخي الزول لا يوق يا اخي، لكن والله انت الوق منه انت. انا ما داير منك مساعده وداير اقول لك كلام. عليك الله عليك الله، ممكن بس تخليني في حالي. هذول ما ممكن اخليك ما في بالي نهائي، ما ممكن. شوف يا المر، هاي انا زوله صريحه وواضحه. الحمد لله. بعد ما عرفتك ما بوعدك اني حخليك، كلمتك يا زول هاي قلت لك ما بخليك، يعني ما بخليك، الكلام ده عربي واضح. والروضة دي بتعمل السبعة وذمتها عشان تبقى انت حقها، ما بايرة. البايرة ده حل البايرة كده، البايرة ده خلاص مما قطر يفوت وتحصل الكم 30 ولا الكم 40 سنة بتلقى لها واحد بتمسك فيه بسنونه وبيقرعها. انت اخوي دحين دقست، بس دقست عديل كده تكمل، بس تكمل رجالة حسنة تكمل هذول تكمل عديل كده.